الفيلم بتاعنا بيبدأ مع شاب وهو بيقرأ آخر فصل في رواية، والرواية دي كان متابعها بقاله 10 سنين. وهو راكب القطر وراجع بيته بيظهر فجأة كائن غريب وبيقول إن كل الناس لازم تدخل سيناريوهات مميتة عشان تفضل عايشة. في اللحظة دي الشاب بيستوعب إن الرواية اللي كان بيقراها اتحولت من خيال وبقت حقيقة. بس قبل ما نفهم إزاي ده حصل لازم نرجع لورا ونتعرف على الرواية اللي غيرت حياته كلها. بس قبل ما نبدأ حابب أقولك إن اليوتيوب بيقول لنا إن 3% بس من اللي بيشوفونا هم اللي عاملين اشتراك، فيا ريت ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك بتوعك لو عجبك الفيديو، وما تنساش تكتب لنا بتتفرج علينا من انهي بلد. وبس نسيبكم مع الفيلم. الرواية اللي الشاب ده كان بيقراها اسمها 3 طرق للنجاة من نهاية العالم، وكانت في وقت من الأوقات مشهورة جدا في كوريا. بس بعد 10 سنين نزل منها أكتر من 1000 فصل، وما كانش في حد مستمر في قرايتها غير شاب واحد اسمه دوجا. وعشان تتخيل طول الرواية فلازم تعرف ان دوجا بدأ يقراها وهو في الاعدادي، وهو دلوقتي بقى شاب ملوي هدومه. في الرواية دي عندنا البطل اسمه يونج هيوك، كان بيحارب وحوش عايزة تدمر العالم. الناس كانت بتموت واحد ورا التاني وما فضلش غير يونج و2 من اصحابه. ويونج هيوك كان عنده اصرار انه يبقى الاقوى مهما حصل. دوجا كان شايف ان القصة دي ملهمة جدا، وكان كل فترة بيرجع يقراها من الاول، وده ساعده يعدي سنين ثانوي اللي كانت صعبة جدا عليه، خصوصا ان زمايله كانوا دايما بيتنمروا عليه ويضايقوه. وبعد ما خلص الدراسة دوجا دخل الكلية واشتغل بجانب دراسته، وبعد كده قدر انه يشتغل في شركة كبيرة بعقد مؤقت. والنهاردة كان يوم مهم ليه لسببين: السبب الاول ان العقد بتاعه خلص، والسبب التاني ان الرواية كمان خلصت. وبعد ما بيخلص اخر شفت شغل ليه دوجا بيقرر يقرا اخر فصل في الرواية، لكن النهاية بتحبطه جدا لان يونج هيوك كان هو الوحيد اللي عاش، لكن كل الناس التانية ضحت بنفسها عشان البطل يفضل عايش. ودوجا اتضايق جدا من النهاية دي وقرر يبعت رسالة للمؤلف ويقوله ان القصة دي اسوأ نهاية شافها في حياته. وهو راكب القطر في طريقه للبيت دوجا بيشوف زميلته في الشغل سا، واللي عقدها هي كمان خلص النهاردة، والاتنين بيبدأوا يتكلموا عن وضعهم، لكن كلامهم بيتقطع لما مديرهم السابق بيدخل معاهم على الخط وبيفضل يضايق سا. بس لحسن الحظ بينزل من القطر في المحطة اللي بعدها، وفي نفس اللحظة دوجا بيتصدم لما توصله رسالة رد من المؤلف، والمؤلف فيها بيشكره انه كمل الرواية للآخر اصلا، وبيعترف ان دوجا كان السبب الوحيد ان الرواية تكمل وتخلص. وبعدين المؤلف بيقول له حاجة غريبة جدا، بيقول له بما ان ما عجبتكش النهاية دي يبقى لازم تجرب تكتب النهاية بنفسك، وده هيحصل لما الخدمة تبدأ الساعة 7 بالليل. ووقتها القطر بيقف فجأة والصوت بيطلع في الإذاعة وبيقول الخدمة المجانية للنظام الكوكبي رقم 8612 انتهت، واللي جاي ده هو بداية المحتوى المدفوع. دوجا بيبص في موبايله وبيتأكد ان الساعة 7 فعلا، وقلبه بيبتدي يدق بسرعة، لان لو ما فهمتوش المشهد اللي حصل دلوقتي ده هو نفس اللي حصل بالظبط في بداية الرواية. وفجأة كائن خيالي غريب من القصة اسمه دوكابي بيظهر جوه القطر، وواحد من الركاب بيبدأ يشتمه وبيزعق وبيطلب ان القطر يتحرك، لكن الدوكابي بيتضايق وبيضرب الراجل بأشعة ليزر وبيقتله. كل الناس بتبدأ تصرخ من الرعب، وبعدين الدوكابي بيقول لهم ان الحكام قالت ان البشر كائنات سيئة ويستاهلوا العقاب، وكل البشر هيتفرض عليهم اختبارات، وطريقة حلهم للمراحل دي هي اللي هتحدد مصيرهم. وبعد شوية هولوجرامات بتبدأ تظهر وبتشرح المرحلة الأولى، وإنهم فيها خلال 10 دقايق لازم يقضوا على كائن حي واحد أو أكتر جوه عربية القطر، واللي هينجح هياخد 300 عملة، واللي هيفشل هيلاقي نفسه مصير الراجل اللي لسه ميت حالا. الدوكابي كمان بيقول لهم إن في كائنات اسمها كوكبات، والكائنات دي بتتفرج عليهم من الفضاء، ولما بنشوف الكوبري بنلاقي القطر واقف مكانه وكل العربيات اللي على الطريق واقفة هي كمان. وبعدها الهولوجرام بيشغل عد تنازلي لمدة 10 دقايق. الركاب بيطلعوا موبايلاتهم وبيتفاجئوا ان مفيش شبكة خالص. الناس بتبدأ تتجنن وبيتخانقوا مع بعض، وكان في ست مرعوبة بتحاول تهرب لعربية قطر تانية، بس بتكتشف ان في حاجز على الابواب. ودوجا لما بيبص من الشباك على العربية اللي جنبهم بيتصدم لما بيشوف يونج هيوك واقف وسط الزحمة. في اللحظة دي دوجا بيتأكد ان اللي بيحصل ده هو نفس احداث الرواية بالحرف، وده معناه ان دوجا عارف المستقبل. وفجأة وحش عملاق بيظهر في النهر وبيخبط القطر وبيقسمه هو والكوبري نصين. ووقتها دوجا بيفتكر حاجة في غاية الأهمية من الرواية: القواعد في الرواية بتقول انهم لازم يقضوا على اي كائن حي، ومش شرط اصلا انه يكون انسان.
مكان. وبعدها بيشوف طفل جوه العربية اسمه جولونج ومعاه مزرعة نمل صغيرة، وفورا دوجا بياخدها منه وبيجري على ساه وبيديها شوية نمل، وبعدين بيحاول يشرح الحل للناس اللي كانت مرعوبة، بس ولا حد أصلا كان سامعه، الكل كان مشغول بالخناق والضرب. وبعدها دوجا بيدوس على نملة وفجأة بيظهر في الهولوجرام إنه كسب 300 عملة. ساعتها بس الكل بياخد باله، ودوجا بيبدأ يشرح لهم موضوع النمل وإن كلهم ممكن ينجوا، بس المشكلة إن مفيش نمل كفاية لكل واحد في العربية، والناس كلها بتبدأ تنهار تاني. ومديرهم السابق بيظهر فجأة وبيخطف مزرعة النمل من إيد دوجا، والزحمة كلها بتتحول عليه والناس بتبدأ تتخانق على العلبة. ودوجا بيلاحظ إن لسه في واحد في ركن بعيد بيضرب ست عجوزة، وبسرعة بيروح دوجا عشان يوقفه وبيمسكه وبيعرض عليه نملة كانت لزقت في إيده وقت الخناقة، بس الراجل ده مصمم إنه يقتل الست العجوزة مش النملة. وساعتها دوجا بيتصدم صدمة عمره، لأن الراجل ده هو نوم، واحد من شخصيات الرواية. نوم بيبدأ يضرب دوجا وبيقول له إن هو اللي هيبقى الضحية بدل الست العجوزة. ودوجا وهو بيحاول يحمي نفسه من الضرب بيفتكر حاجة مهمة جدا في الرواية، البشر عندهم قدرات ممكن يشتروها زي ألعاب الفيديو، وبسرعة بيستخدم ال 300 عملة اللي كسبهم وبيزود قوة الضرب عنده وبيضرب نوم والضربة بتطير نوم، بس نوم بيشغل مهاراته الخاصة واللي بتخليه يسيطر على دوجا ويغلبه. وفي اللحظة دي بتقع أنبوبة مليانة بيض نمل وبتتدحرج على أرضية القطر، ودوجا بيكسر أنبوبة بيض النمل كلها، وفجأة بيجيله كمية كبيرة من العملات، ومن غير تردد بيصرف 3000 عملة على التحمل و3000 عملة تانية على السرعة. في اللحظة دي الموازين بتتقلب 180 درجة، ودوجا بيبقى سريع جدا وبيقدر يتفادى كل ضربات نوم وبيرد عليه بضربة قوية بتوقعه تماما على الأرض. ونوم وهو مرعوب بيبدأ يوعده إنه مش هيقرب للست العجوزة تاني، وبيترجى دوجا وبيقول له يديله نملة واحدة بس عشان ينقذ نفسه، بس دوجا بيرد عليه وبيقول له إن أنت مفروض ما تبقاش في القصة دي من الأساس. وبعدها دوجا بيجري بسرعة وبيقف قدام الست العجوزة لأن نوم كان بيحاول يهجم عليها مرة كمان، ودوجا بيحط نملة في إيد الست وبيقفل إيديها عليها عشان تخلص منها قبل ما العداد يوصل للصفر. وفي اللحظة دي المرحلة بتكون خلصت، وفي نفس اللحظة كل اللي فشلوا بيتفتح في وشهم ثقب دموي وبيموتوا فورا. وللأسف آخر نملة اللي كانت في إيد الست العجوزة بتفلت منها في آخر ثانية، والست بتموت هي كمان رغم كل محاولات دوجا إنه ينقذها. الدوكابي بيظهر تاني وبيهني 17 شخص اللي نجحوا عدوا المرحلة الأولى، وبعدها بيقول دلوقتي جه وقت الهدايا، والهدايا دي هتتقدم لكم من الكوكبات مقابل الأداء بتاعكم. والكائنات دي بتتفرج على المراحل من الفضاء وبيستمتعوا بمعاناة البشر كأنها وسيلة ترفيه بالظبط. وكل واحد من الركاب بيطلع له لستة بالكوكبات اللي عايزين يرعوه ولازم يختار واحد منهم، بس قبول الرعاية معناه ان في دين عليه لازم يترد في يوم من الايام. ودوجا بيقرر يرفض كل عروض الرعاية في الوقت الحالي، وفجأة القطر بيبدأ يميل على جنبه لان وحش النهر كان بيحاول يجر العربية كلها وكان بيحاول انه يغرقها في المية. وفي نفس الوقت كان في جندي بيحاول يفتح ابواب القطر بايديه، ولما دوجا بيبص عليه بيكتشف ان ده يان سونج، واحد من شخصيات الرواية، والشخصية دي بالذات هتبقى مهمة جدا في اللي جاي. واول ما القطر بيبدأ يلمس سطح المية دوجا بيشرح ليان سونج ازاي يدخل على المهارات الخاصة ويستخدمها، ويان سونج بيفعل مهارة القوة الخارقة بتاعته واللي بتخليه يقدر يفتح ابواب القطر المعدنية ولا كأنها معمولة من شوية ورق. الناس كلها بسرعة بتطلع من عربية القطر وهي بتغرق، وفي اللحظة دي دوجا بيلاحظ ان الطفل الصغير جالونج لسه جوه وقاعد يعيط على مزرعة النمل اللي ماتت، ودوجا بيعتذر له انه بوظها وبيمسكه ويطلع بيه لبره. والناس بعدها بيبدأوا يجروا على الكوبري، وفجأة الصوت بيعلن عن المرحلة الجديدة، وفي المرحلة دي لازم انهم يعدوا الكوبري بنجاح عشان يعيشوا. والوحش بيطلع وبيكسر جزء من الكوبري وبيرجع ينزل تاني للنهر، ولزيادة الصعوبة اكتر الدوكابي بيرمي عربية قطر على الكوبري وبيخلي كل الركاب اللي ماتوا قبل كده يطاردوا اللاعبين الاحياء زي الزومبي. ودوجا ويان سونج بيحاولوا يقاوموا هجوم الزومبي بس الاعداد كانت كبيرة جدا. وفي اللحظة دي ساه بتنجح في تفعيل مهارتها الخاصة واللي بتكون طريق طاقة مؤقت فوق الفجوة بتاعت الكوبري، والناس بيبتدوا انهم يجروا على الكوبري السحري ده عشان يهربوا. ودوجا بيقول لهم ان في غاز سام هينتشر قريب
قريب جدا، ولازم بسرعة ينزلوا تحت الأرض عشان يحموا نفسهم، وأكتر مكان آمن هو محطة المترو. بس فجأة بيفتكر حاجة مرعبة من الرواية، يونج هيوك بيموت فعلا في المحطة دي وهو بيحارب تنين قوي جدا. ساعتها يونج هيوك بيستخدم مهارة اسمها الارتداد الزمني وبيرجع لبداية القصة، لكن كل اللي كانوا في المحطة بيموتوا. ولو عايزين ينجوا من المرحلة دي لازم يونج هيوك يفضل عايش عشان ما يضطرش يعيد كل حاجة تاني من الأول. ودوجا وقتها بيفتكر انه يقدر يساعد يونج هيوك انه ينجو باستخدام معرفته بالمستقبل عن طريق انه قرا الرواية. وفي نفس الوقت يونج هيوك كان بيقاتل الزومبي وبمهارة مرعبة بيوقع كل اللي قدامه. وبعدها يونج هيوك بيقرب من دوجا وبيسأله ايه اللي خلاه يغير الأحداث لدرجة ان نوم بيموت بدري كده، مع انه ما كانش مفروض يموت في المرحلة دي. ودوجا بيبتدي يحكي له القصة بتاعته وانه عارف اللي هيحصل في الرواية، بس يونج هيوك بيمسكه من رقبته وبيعلقه على حافة الكوبري وبيزعق فيه عشان يقول له ايه التكتيكات اللي يستخدمها ضد التنين. بس دوجا بيتشل تماما وبيتوتر وما بيعرفش يرد ولا ينطق بأي كلمة. ويونج هيوك بيقول له يقابله بعدين في المحطة إذا كان ناوي يتعاون معاه، وبعدها بيسيبه يقع في المية. في نفس اللحظة الوحش العملاق بيبلع دوجا، ودوجا بيلاقي نفسه جوه معدة الوحش وبيظهر الهولوجرام وبيقول له على مرحلة سرية جديدة، والمرحلة دي فيها انه لازم يهزم الوحش من جوه ويهرب. وبيظهر له دوكابي جديد جوه معدة الوحش واللي كان اسمه بي هونج، وبيعلق على اللي بيحصل لايف عشان الكوكبات تتفرج عليه. بس دوجا بيصدم بي هونج لما بيناديه باسمه الحقيقي، وكمان بيعرف ان بي هونج دوكابي من المستوى التاسع وانه بيعمل البثوث دي عشان في يوم من الايام يرتقي لمستوى اعلى. ودوجا بيقول لدوكابي ان هو شعبيته عالية جدا عند الكوكبات دلوقتي، وان دوجا لو مات بي هونج هيقابل غضب رهيب من المتفرجين اللي مستمتعين بالعرض بتاع دوجا. ولما بي هونج بيبص على عداد التبرعات بيتأكد ان المتفرجين مجنونين بدوجا فعلا، فبي هونج بيوافق انه يمضي عقد حصري مع دوجا للبثوث اللي جاية. وفجأة معدة الوحش بتبدأ تتملي بحمض واللي كان هيدوب دوجا، ودوجا بيطلب من بي هونج انه يفتح المتجر الخاص ويشتري كمية كبيرة من مسامير معدنية عشان يسد فتحات الحمض. ودي حاجة كان عارفها برضه من الرواية، وكمان كان عارف ان الفتحات دي لو اتسدت الوحش ده هيموت من جوه. بس المشكلة ان في مئات الفتحات لازم تتقفل، بس دوجا بيرفض يستسلم وبيفضل شغال لحد ما يقفل كل الفتحات بالمسامير. وبعدها بيدخل ايده في جسم الوحش وبيطلع نواة ثمينة جدا، وبيطلب من بي هونج انه يبدل النواة دي في المتجر بحاجة نادرة جدا وكان اسمها مشروب الايمان. وقبل ما يسيب جسم الوحش الميت بي هونج بيديله باكج بداية كهدية، ومن ضمن الباكج ده ماسك واقي. وفورا دوجا بيلبس الماسك قبل ما يطلع بره لان الغاز السام كان بدأ ينتشر فعلا، وبيطلع على الشاطئ. وفي الوقت ده بتبدأ توصل له عروض رعاية بالجملة من كوكبات مبهورة بأدائه. وبعد كده دوجا بيقف عند كشك بقالة عشان يجيب أكل، بس بيتفاجئ بجثث جوه المكان وبيلاقي بنتين ماتوا خلاص، والبنت التالتة كانت لسه عايشة بس حالتها حرجة جدا. وفجأة وحش عملاق بيكسر إزاز المحل وبيدخل المكان، ودوجا بيشيل البنت وبيجري بيها في الشارع، والوحش بيبدأ يطاردهم. بس دوجا بيلحق وبيدخل مدخل محطة المترو، والبوابة الحديد بتقفل في آخر ثانية قبل ما الوحش يدخل وراهم. وجوه ممر المحطة مجموعة بلطجية بتظهر فجأة وبيتفاجئوا ان البنت لسه عايشة واسمها هو هيوين. ودوجا بيفتكر المشهد ده من الرواية، الناس دول هم اللي ضربوا هيوين وأذوها جامد. ومن غير تردد دوجا بيصرف 1500 عملة عشان يزود قوته وبيبدأ يضربهم عشان يحميها، وزعيمهم بيفعل مهارته الخاصة وبيهجم عليه. بس دوجا بيقدر يتفادى كل حركاته بسهولة بسبب قدراته المعززة وبيخوفهم، وبعدها المجموعة دي بتسيبه وتمشي. وبعدها دوجا بيشوف المجموعة اللي كانت في القطر، وهنا حد بيقول لدوجا ان واحد اسمه انهو طلع في الحقيقة عضو في البرلمان وهو اللي بيقود الناجيين هنا. وفي نفس الوقت الطفل جالونج بيكون اكتسب مهارة خاصة بتخليه يتواصل مع الحشرات ويصاحبها. ولما دوجا بيسأل عن يونج هيوك بيتقال له انه مش موجود في المحطة دي خالص، وده بيخلي دوجا يبدأ يشك ان قراراته وافعاله غيرت القصة عن الرواية الأصلية. وفي اللحظة دي شوية من الناس بيفكروا كل
كل اللي موجودين إن فاضل 3 ساعات بس ولازم يدفعوا رسوم البقاء. وفي الوقت ده اللاعبين الأقوياء هم اللي بيجمعوا الرسوم دي عشان يحموا الناس لحد ما يقضوا على الوحوش اللي موجودة معاهم. ووقتها كان في ناس بتخاطر وتنزل تصطاد عشان تكسب عملات وتدفعها، وفي ناس تانية كانت بتموت في مكانها عشان مش معاها فلوس تدفع. وفي الوقت ده مجموعة من الناس وعلى راسهم أنهو بتبتدي تحاوط دوجا وبيطلبوا منه إنه يقسم عملاته عليهم عشان عارفين إن معاه كمية كبيرة جدا. وقتها أنهو بيعتذر عن أسلوبه معاه وبيطلب من دوجا إنه يساعد الناس اللي مش قادرين يدفعوا. بس الكلام ده بيفكر دوجا بحاجة خطيرة، إن أنهو أصلا كان شرير في الرواية وباع نفسه للكوكبات وتخلى عن إنسانيته، وعشان كده دوجا رفض يديله أي حاجة. بس الناس بتتضايق جدا، فدوجا بيقرر يساعدهم بطريقة مختلفة. بدل ما يديهم فلوس هو هيخلص المرحلة كلها بنفسه عن طريق إنه يقتل الوحش بتاع الأنفاق. وبعدها دوجا بيعمل سلاح من الخردة وبينزل هو والفريق بتاعه للأنفاق. وهيون بتقول إن البلطجية كانوا بيقتلوا الناس وبيسرقوا عملاتهم، وبعدها بيرموا الجثث في المحطة وبيقولوا إنهم جابوا الفلوس من صيد الوحوش. ودوجا وقتها بيفتكر إنه في الرواية كانت مفروض تموت في المحل، وإن إنقاذها معناه إن الأحداث اتغيرت فعلا. وهم ماشيين في نفق مظلم جالونج استدعى أعداد كبيرة من الحشرات المضيئة عشان ينور المكان كله، وفجأة قطيع كبير من الوحوش بيطلع من الضلمة وبتبدأ معركة بينهم. في الوقت ده معظم الفريق بيستخدم أسلحته عشان يقضي على الوحوش، وساب تكتشف إن مهارتها الخاصة هي إطلاق مادة لزجة زي الشباك، فبتبدأ تستخدمها عشان تمسك وتشل حركة الوحوش. لكن للأسف آخر وحش فاضل بينجح إنه يمسك ساه وبياخدها جوه الضلمة، والفريق بيجري وراهم وبيلاقوها مربوطة بالشبكة في آخر النفق. ووقتها هولوجرام بيظهر وبيرحب بيهم في مزار كبير فئران الأرض، وبيقول لهم لازم يقضوا على حارس الظلام عشان يخلصوا المرحلة دي. وفي الوقت ده وحش أضخم وأقوى بكتير بيطلع لهم، ودوجا بيدخل أول واحد وبيضرب الوحش بكل قوة بسلاحه. لكن فجأة حاجز طاقة بيصد الضربة وبيطير دوجا، ويانسونج بيدخل بعده وضرباته القوية بتقدر تسيب الوحش. وساعتها الوحش بيفعل مهارة مرعبة اسمها سجن الهلوسة، واللي بتحبس الجسم وبتدمر العقل. وأي حد بيتحبس في المهارة دي بيجبر يعيد أسوأ وأبشع ذكرياته مرة ورا مرة لحد ما يموت من الصدمة النفسية. والمهارة دي بتنجح إنها تحبس هيوين وبتدخلها في وهم، بتشوف فيه ذكريات مؤلمة ليها هي وأصحابها وهما بيتمسكوا من أنهو وعصابته. بس لحسن الحظ دوجا بيلحقهم وبيفكها من الوهم ده، وبيجري بسرعة يمسك جولونج قبل ما تأثير المهارة يمسك فيه هو كمان. لكن للأسف يانسونج هو كمان بيقع في فخ المهارة دي وبيبدأ يشوف أسوأ الذكريات من أيامه في الجيش. ودوجا بيحاول ينقذه هو كمان، بس هجومه بيتصد بحاجز الطاقة. وفجأة وحش الزعيم بيطلع صوت مرعب وبينادي عدد أكبر من أتباعه عشان يساعدوه. ودوجا بينادي بيه هونج وبيطلب منه يفتح متجر الأدوات، وبيحاول يشتري حاجة اسمها طاقة النجم الأبيض النقية، بس بيكتشف إن العملات بتاعته خلصت. وفي نفس الوقت هيون كانت بتقاتل الوحوش الصغيرة بشجاعة، وبقفزة قوية بتنجح إنها توصل لظهر الوحش. ودوجا بيقلد حركتها وبيبدأ يقضي على الوحوش واحدة ورا التانية لحد ما أخيرا بيجمع العملات اللي محتاجها. وبعدها بيقدر يشتري طاقة النجم الأبيض وبيركبها في سلاحه المؤقت، وبتديه ضربة قوية لمرة واحدة بس. وبعد كده دوجا بيقلد قفزة هيوين وبيضرب ظهر الوحش بكل قوته، وأخيرا بيقدر إنه يقتله. وفي الوقت ده الوحوش الصغيرة بتجري وهي مرعوبة، وتأثير الوهم بيختفي تماما، ويانسونج بيتحرر أخيرا من ذكرياته الصعبة. ودوجا بيفتكر من الرواية إن يانسونج مطارد دايما بإحساس الذنب عشان ما قدرش ينقذ زمايله في الجيش، وده كان مؤثر عليه جدا. بعد ما يخلصوا المهمة الصعبة دي بياخدوا صندوق فيه أدوات، وهيون بتاخد سيفين قصيرين، ويانسونج بياخد قفاز قوي جدا، وجولونج بياخد خوذة بتقوي قدرته على التواصل مع الحشرات، وساب تاخد جاكيت غامض بقدرات غير معروفة. أما دوجا فبياخد سيف شكله مكسور. كلهم كانوا مستغربين من السلاح اللي شكله ملوش أي قيمة، بس دوجا بيقول لهم إن السيف ده اسمه الإيمان المكسور، ولو قدر يلاقي عنصر اسمه أثر الإيمان السيف ده هيكمل ويبقى قوي جدا بشكل مرعب. ولما جولونج بيسأل عن الصخور المضيئة اللي وقعت وقت القتال، دوجا بيقول له إن أي حد ياكل الصخور دي عقله هيدخل في حالة سجن الوهم. وبيقول لهم إن المرحلة بتاعت المحطة لسه ما خلصتش عشان لسه في وحش واحد فاضل، والوحش ده موجود جوه أنهو نفسه
الفريق بعدها بيجري بسرعة وبيرجع للرصيف الرئيسي، وهيون بتهجم على أنهو عشان تقتله وتنتقم لأصحابها، وأنهو بيجيب رجالته عشان يحاربوها. وساعتها هيون بتاخد مهارة جديدة من كوكبة راعية، المهارة دي بتخليها تهزم كل البلطجية في ثواني. وفي الوقت ده أنهو ما بقاش قدامه حل غير إنه يقاتل بنفسه، وبدأ يضرب عمود خرسانة عشان يستعرض قوته الخارقة، ودراعه بيتحول لقوة وحشية وبيبدأ يهجم على هيون بقوة، بس هي بتقدر تجاري تجاربه وبتزقه لحد قضبان القطر. وأول ما هيون تكون قربت تخلص عليه، سكان المحطة بيوقفوها فجأة وبيقولوا حاجة بتصدمها، إنهم مش عايزين يخلصوا المرحلة عشان خايفين إن المرحلة الجاية تبقى أصعب، وأريح لهم يدفعوا الرسوم اليومية الصغيرة ويفضلوا عايشين هنا في أمان. وبيقولوا كمان إنهم كانوا بيتمنوا إن فريق دوجا يموت على إيد وحش الأنفاق عشان ياخدوا كل العملات من جثتهم. وبعدها الصوت بيعلن إنه فاضل شوية على ميعاد دفع رسوم البقاء. وبعدها أنهو بيستغل الانشغال ده وبيزق هيون وبيهرب، وساي حاولت تساعد هيون وخلتها تمسك في الشباك بتاعتها عشان تلحق أنهو، بس أول ما بتقرب تمسكه حاجز طاقة غير مرئي بيخبطها جامد، والكل بعدها بيفتكر إن أنهو هرب. وفجأة رصاصة بتيجي من بعيد وبتضرب أنهو في دماغه، وبتنتهي المرحلة تماما. والرصاصة كانت من بنت قناصة، ولما بتظهر بتعرف نفسها باسم جي، وبعدين بتبدأ تجمع كل عملات أنهو. وبعد كده الفريق بيحاول يمشي من المكان، بس الحاجز كان لسه مقفول، وجي بتشرح لهم إنهم كده خلصوا مرحلة في جزء قديم من المحطة، وحصلت بعدها مطاردة، ووقت المطاردة دخلوا بالغلط لمنطقة جديدة، وده يعتبر مرحلة مختلفة، وعشان يخرجوا كان لازم يخلصوا المرحلة الجديدة الأول. وجي بعدها بتمشي من غير ما تساعدهم، ودوجا بيدرك إنها شخصية من الرواية، وإنها الناجية الوحيدة من فصلها الدراسي، وكانت تلميذة يونج هيوك في المستقبل. وفي المحطة الصوت بيعلن إن المنطقة دي فيها 104 ناجي، وقدامهم 10 دقايق عشان يوصلوا لمناطق خضراء قبل ما الوحوش تهجم عليهم. بس المشكلة إن في 52 منطقة خضراء، وكل واحدة صغيرة جدا، يعني تشيل شخص أو 2 بالكتير، يعني أكتر من نص الناس هيموتوا. والكل كان بيبدأ يتخانق على مكان آمن، وعصابة بقيادة واحد اسمه بيلدو بتقفل منطقة VIP وبتطلب عملات مقابل إنك تدخلها. وبيلدو بيستخدم العملات وبيشتري نظام آمن أوتوماتيك يضرب أي حد يحاول يدخل من غير ما يدفع. ودوجا بيبدأ يقول لفريقه يتفرقوا ويدوروا على أي منطقة خضراء فاضية. ويجي بعدها بترجع برسالة من كبر يونج هيوك، وكانت مخصوص لدوجا، وبتقول إن يونج هيوك موافق يحارب التنين معاه، بس دوجا لازم يسيب فريقه ويعيش لوحده الليلة دي. وباستخدام معرفته من الرواية، دوجا بيروح لمكان معين في الرصيف لسه ما بقاش منطقة خضراء، وهونج بيظهر وبيعلن إن بعض المناطق الخضراء هتختفي ومناطق جديدة هتظهر في أماكن مختلفة عشان يزود التوتر والدراما. والمكان اللي واقف فيه دوجا بيتحول أخضر، وبيقول لفريقه إنهم هيضطروا يحاربوا ناس تانية عشان يعيشوا الليلة دي، بس هيون بتختار اختيار مختلف وبتقرر تحارب الوحوش مش البشر. ولما العداد بيوصل لنهاية ال10 دقايق، الوحوش بتظهر في المحطة عشان تقضي على أي حد مش واقف في منطقة خضراء، وباقي الفريق بيقرر يساعد هيون في القتال. وبعد شوية تردد دوجا بيلحقهم هو كمان، ودوجا كان مقتنع إن المناطق الخضراء بتظهر في أخطر أماكن عشان تكون أمتع للكوكبات اللي بتتفرج. وبعدها بيفهموا إن كل ده عبارة عن لعبة مريضة للكوكبات عشان يرفهوا عن نفسهم. وبما إننا بنتكلم عن الترفيه عزيزي المشاهد، إذا كنت مستمتع بالملخص ده فياريت ما تنساش اللايك والاشتراك. والفريق بعدها بيبدأ يتفرق وبيروح ناحية بوابتين بيطلع منهم الوحوش، والوحوش بتفضل تقتل الناس واحد ورا التاني، بس فريق دوجا بيقدر يمسك نفسه بفضل التعاون والقدرات اللي عندهم. وفجأة دوجا بيتفاجئ إن يونج هيوك واقف عند واحدة من البوابات، وبعدها بيقول له هحارب معاك بس لو سبت الطفل لمصيره. في البوابة التانية باقي الفريق بيلاقوا منطقة خضراء بتكفي 3 وبينجحوا إنهم ينجوا. دوجا وقتها بيرفض يسيب جيل يونج وبيسيبه في المنطقة الخضراء مع يونج هيوك وبيجري بعيد، وكل الوحوش بتبدأ تركز عليه، وأول ما يمسكوه يوقعوه على الأرض بيبلع بسرعة واحد من الأحجار المضيئة اللي كان مخبيها، وجسمه وقتها بيدخل في حالة سجن الوهم، وده بيحميه من الهجمات الجسدية، بس في المقابل بيجبره يعيش أسوأ ذكرى في حياته. وبيرجع لليوم اللي اتخانق فيه مع أعز صاحب ليه عشان يرضي المتنمرين في المدرسة، ودوجا كان كسب الخناقة، وبعدها عرف إن صاحبه أنهى حياته من شدة الصدمة، وذنب دوجا عمره ما سابه في اليوم ده، وكان بيكره نهاية الرواية عشان يونج هيوك كان بيضحي بالناس عشان يعيش لوحده، إنما دوجا كان عايز نهاية مختلفة، نهاية يعيش فيها
فيها البطل مع اللي بيحبهم. وفجأة يونج هيوك بيستخدم مهارة خاصة وبيدخل جوه الوهم بنفسه وبيقول له كنت المفروض تحارب المتنمرين مش صحابك. والصبح دوجا بيفوق وبيكتشف ان فريقه شايله وحاطينه في أوضة خاصة وفضلوا يحاربوا طول الليل عشان يحموا جسمه. وهيون سونج اتصاب بإصابة خطيرة ودوجا قلبه بدأ يقبض لأن النهارده هو اليوم اللي هيونج سونج كان المفروض يموت فيه قدام التنين في الرواية. وصوت بيظهر وبيعلن ان عدد الناجيين بقى 57 شخص. وبي هونج بيبلغهم ان الكوكبات غضبانة جدا عشان الناس اتعاونت بدل ما تتخانق على المناطق الخضراء، والعقاب ان مش هيبقى فيه غير منطقة خضراء واحدة بس، واللي هيقف فيها لما العداد يخلص هيبقى هو الناجي الوحيد. والمنطقة بتظهر تحت بيلدو وكان واثق انه يقدر يحميها. وبعد كده دوجا بيطلب المساعدة من جي وبيقول لها عنده خطة بس هي بترفض وبتمشي، وهو بيحاول يضغط عليها ويفكرها ازاي قتلت زميلها في المرحلة الأولى. وبعدها فضلت تعيط وبرضه بتمشي. وبعد كده دوجا بيتصل ببي هونج وهو بيقول له بحماس ان الكوكبات عاجبهم اللي بيعملوه وبيبعتوا له تبرعات كبيرة. ودوجا بيطلب تحويل كل التبرعات لعملات وبيروح لبيلدو وبيعرض عليه صفقة، والصفقة انه يساعدهم النهارده ويديله كل اللي معاه. وبيلدو بيوافق وبيسيب المنطقة الخضراء ودوجا بيمسك سيفه وبيبدأ يكسر المنطقة الخضراء بنفسه. والناس كانت بتحاول توقفه وفاكرينه اتجنن، بس جي بتفهم الخطة وبتضرب المنطقة الخضراء معاه وما بقاش فيه أي منطقة خضراء. ودوجا بيقول للكل لو ما كانش في مناطق خضراء من الأول كنا كلنا اتحدنا وكلنا عشنا. وبيحول ال100,000 عملة لبيلدو وبيطلب منه إنه يحمي الجميع. وبيلدو بيفتح الVIP زون للناس ببلاش، والوحوش وقتها بتطلع من البوابات وبيلدو بيفتح النار بكل الأسلحة وجثث الوحوش بتتكوم. واللي بيفلت دوجا وهيوين كانوا بيخلصوا عليه. وفجأة الأرض بتتشق وبيطلع تنين عملاق وبيطلع نار تموت الناس في لحظة. ووقتها يونج هيوك بيواجهه وبيضربوا كذا ضربة قوية، والكوكبات في الوقت ده بتزعل إن القتال بقى سهل وبيقرروا يرفعوا الصعوبة. والمحطة بتتحطم وبتطلع للفضاء، والتنين جسمه بيتحول وبيبقى صلب وبقى شبه مستحيل اختراقه. ولما يونج هيوك بيضربه سيفه بيتكسر وبيستدعي سيف جديد وبيتكسر تاني، والتنين بيخبطه بسيفه وبرضه يونج هيوك بيكمل القتال. وفي الوقت ده دوجا بيبلع عنصر يحميه من النار، وبعدها دوجا بيدخل القتال وجولينج بينجح انه يسيطر على حشرة عملاقة، بس لما بيسيطر عليها بيحس بنفس الألم اللي هي بتحسه. وبعدها التنين بيسحقها وجولونج بيكون على وشك انه يموت، ولكن سونج بيرفض انه يخسر اي حد تاني ومهارته الخفية بتصحى اخيرا. والقفاز بيتحول لدرع عملاق والارض من تحته بتطلع وبتحبس التنين، وساب تعمل جسر من الشبك لهيوين عشان تهاجم التنين. وبنرجع فلاش باك وبنعرف فيه ان السر في قتل التنين هو انه يطعن في قلبه، ولما التنين يموت هتكون في جايزة، والجايزة دي انهم يرجعوا واحد مات قبل كده للحياة من تاني. وبعدها حاولوا كتير انهم يطعنوا قلب التنين، ولكن للأسف المحاولات كلها كانت فاشلة. ويونج هيوك بيرجع تاني وبيطعن التنين لكنه بيموت وبيرجع بعدها بالانحدار الزمني، والناس بتبدأ تختفي ودوجا بيفتكر انها النهاية. وفجأة بيجيله إشعار من المؤلف إنه وافق على الصفقة وبعتله أثر الإيمان. وقتها دوجا بيدمجه في سيفه المكسور والسيف بيتحول لسلاح كامل بقدرة مرعبة، والفريق كله بيبتدي يشغل التنين ودوجا بيهجم عليه وبيضربه الضربة الأخيرة، والصوت بيعلن أخيرا إن المرحلة انتهت والكل نجح إنه ينجو. ودوجا بعدها بيستلم الجايزة بتاعت قتل التنين وبيقرر إنه يرجع يونج هيوك من الموت. وبعدها المحطة كلها بترجع طبيعية ويونج هيوك بيتفاجئ من دوجا وبيكون فخور بيه، وبنكتشف ان كل اللي دوجا عمله كان عشان يغير النهاية اللي ما كانتش عاجباه من الاول عشان تنتهي القصة بنهاية بينقذ فيها الكل وبيعيشوا مع بعض سوا. في نفس الوقت جاك اللي كان بيقضي وقت مع مراته ليلي وابنه تشارلي في رحلة تخييم، فجأة السما ولعت قدامه ووقع جسم غريب قريب منه. ليلي من الرعب خدت ابنها في حضنها وجاك قال لها ترن بسرعة
بسرعة على الشرطة وهو هيروح يشوف ايه اللي بيحصل. وهو سايق في الطريق فجأة لقى ايرونيز قدامه وكان هيخبطه، وبسرعة نزل من العربية وسأله ايه اللي بيحصل بالظبط. فايرونيز بصله بخوف وقال له انا عملت حادثة. ولما جاك سأله خبطت في ايه، ايرونيز ما كانش لاقي كلام يوصف بيه الرعب اللي شافه. وبعدها راحوا لمكان الانفجار. جاك وقتها ما كانش مصدق اللي عينه شايفاه لما لقى جسم فضائي كبير جدا، وفجأة طلع من الجسم ده كورة مليانة نار، والكورة دي عملت مسح للمكان وبدأت تتحرك ناحية جاك. وفجأة طلع صوت من المركبة بيقول تم قبولك كحارس. وفي لحظة المركبة انفجرت والكورة عملت درع حامل جاك وطيرت ايرونيز في الهواء من قوة الانفجار. وفي الوقت ده جاك اكتشف ان هو معاه تكنولوجيا فضائية جبارة، ووقتها اتولد بطل خارق اسمه الحارس. 10 سنين عدوا وجاك كان مكرس حياته كلها لمحاربة الجريمة، وده خلاه يهمل عيلته كلها لحد ما ليلي طلبت منه الطلاق وانفصلوا. وفي الوقت ده تشارلي ابنه بقى في ثانوي وكان مهووس جدا بشخصية الحارس. وهم بيشرحوا في الفصل عن مصادر الطاقة كان تشارلي بيشرح لزمايله عن الحارس وهو ما يعرفش في الحقيقة ان الحارس ده يبقى ابوه. وفي وسط الشرح بتاعه دخلت بنت جديدة اسمها مايا، وتشارلي اول ما شافها اتصدم، والمدرسة بدأت تعرفهم بيها وقالت لهم ان مايا لسه منقولة جديد من تركيا. وبعد المدرسة تشارلي وصاحبه الانتيم برجر طلعوا على ماتش بيسبول، وهم رايحين ناحية الدكة شافوا مايا قاعدة مع ليزي، ودي البنت اللي برجر كان واقع في حبها. واكتشفوا ان ليزي ومايا كانوا صحاب جدا من زمان قبل ما مايا تسافر بره مع مامتها، وكانوا فرحانين ان هم رجعوا لبعض. تشارلي في الوقت ده استغل برجر وقال له مش هتعزم ليلي على حفلة رقص، فبرجر قال له انا لسه مستني اللحظة المناسبة. وبعد كده بدأ الماتش، وكان في الوقت ده الفريق التاني سابق بفرق كبير جدا. ولما المدرب لقى الدنيا بايظة قرر ان هو ينزل تشارلي يلعب كبيتشر يعني رامي للكرة. وتشارلي استغرب جدا وفكر ان في حاجة غلط، بس المدرب قال له مفيش غلط ولا حاجة، انزل العب. واول ما نزل الملعب لقى نفسه قدام فورست، وده كان احرف واحد في الفريق التاني. تشارلي حاول ان هو يبان جامد ويتملك اعصابه، ولما رمى الكرة فورست ردها له تاني فيه بسرعة، ومن قوة الخبطة تشارلي وقع في الارض. وهو مروح بعد الماتش مع برجر واخوه بيج ماك كان زعلان جدا لان الفيديو بتاعه بقى ترند، والناس كلها بدأت تعمل عليه ميمز وبتتريق عليه. واول ما دخل البيت لقى امه ليلي قاعده قدام الاخبار بتتابع اخر ظهور للحارس، وسالته جهزت شنطتك علشان تروح لباباك ولا لا؟ فتشارلي قال لها لا طبعا، لان بابا كده كده هيكنسل كالعاده ويقول ورايا شغل. فوالدته رنت على باباه، وهو واقف قدام التلفزيون شاف لقاء مع ارجون، وده كان مدير تنفيذي لاكبر شركات الاسلحه في العالم، اللي كان متضايق جدا من الخسائر اللي شركته بتخسرها بسبب التدخلات بتاعه الحارس. وارجون بدا يقول للمذيعه الناس فرحانه بيه جدا بس هم لازم يقلقوا، لان الحارس ده لو يومه كان وحش مين هيحمينا منه؟ وجاك بيكلم ليلي كان هيلغي فعلا الميعاد مع ابنه، بس ليلي ضغطت عليه وقالت له لازم تيجي المره دي يا جاك لان تشارلي محتاج ان هو يشوفك. ليلي وصلت تشارلي لحد بيت ابوه، وهو كان داخل كان زعلان جدا من جاك. واول ما دخل ليلي بدات تتكلم مع جاك وقالت له ان هو لازم يقضي وقت مع ابنه، وان الشغل مش هيطير، وان ابنه محتاج يحس بوجوده في حياته. واول ما مشيت جاك حاول يصلح الامور وبدا يعتذر لابنه على غيابه عن ماتش البيسبول بتاعه، وبعدها اداله هديه كانت عباره عن جوينتي قديم بتاع بيسبول كان هو محتفظ بيه، بس تشارلي بزعل قال له ان هو مش هيعرف يستخدمه لان هو اشول. فجاك اعتذر له وقال له طيب نفسك اعمل لك ايه؟ فتشارلي قال له نفسي نرجع نطلع رحلات تخييم زي زمان، وعلشان يرضيه خدوا وقعدوا يلعبوا مع بعض. بس اللحظه دي كمان ما كملتش لان التليفون بتاع جاك رن، وبمجرد ما خلص المكالمه ملامح وشه كلها اتغيرت، وقال لتشارلي ان هو مش هيعرف يكمل معاه لانه لازم ينزل الشغل حالا. وفي الوقت ده تشارلي اتضايق جدا من والده وقال له هو الشغل دايما اهم مني. فجاك وعده ان هو لما يرجع هيفهمه كل حاجه، بس تشارلي رد عليه وقال له انت بجد اب فاشل. فجاك بصله بزعل وطلب منه ان هو يكلم والدته تيجي تاخده، وبعدها سابه ومشي. وفي الوقت ده كان تشارلي كلم صاحبه برجر وقال له ان يجي يقعد معاه في البيت، بس تشارلي اتصدم لما برجر جه وكان جايب معاه مايا وليزي. وبعد لما دخلوا تشارلي بدأ يتكلم مع برجر وقال له هو ليه جايبهم هنا؟ فبرجر قال له مفيش مشكله، انا قلت نيجي نتبسط مع بعض، وبعدين مايا مش هتيجي لو بتكرهها، وطلب منه ان هو يعزمها على حفله الرقص. وفي الوقت ده كانت مايا دخلت المكتب بتاع جاك وبدأت تبص على الصور القديمه بتاعته، وعرفت من الصور ان النهارده عيد ميلاد تشارلي، بس تشارلي قال لها ان اعياد الميلاد بعد طلاق اهله ما بقاش ليها طعم خالص، وبدأ يعتذر لها عن حاجه كان عملها وهم في رابعه ابتدائي. وهو بيتكلم معاها ايده خبطت في بنادول كان موجود على المكتب، وفي لحظه بدأت الارض تهتز والحيطه بدأت تتحرك، وظهر وراها باب سري كبير. واول ما الباب ده
ده اتفتح العيال كانوا واقفين مصدومين، بس بعد لما الباب السري اتفتح كان لسه محتاج كود. وبعد محاولات كتير شارلي جرب ان هو يحط تاريخ عيد ميلاده، فالباب اتفتح ووراه لقوا اسانسير غريب. وبرجر اول ما بص عليه خاف جدا من وجود زرار احمر وقعد يحذرهم ان محدش يلمسه، بس مايا ما سمعتش الكلام وداست على الزرار، وفجأة الاسانسير نزل بيهم بسرعة للارض. ولما الباب اتفتح العيال كلهم كانوا واقفين مذهولين لانهم لقوا مخبأ سري مساحته كبيرة جدا وموجود فيه تكنولوجيا كأنها جاية من المستقبل. ولما وصلوا لعند الكمبيوتر المركزي لقوا ان الحارس في مهمة في نيوزيلندا، وتشارلي بدأ يقلب في ارشيف المهمات ولقى سجل كامل لكل المهمات اللي الحارس عملها من سنين. فهنا افتكر ان ابوه سكرتير عند الحارس، بس مايا قالت له لا، باباك هو الحارس بنفسه. في نفس الوقت ارجون كان بيتخانق مع ايرونيز وبدأ يهدده ان هو هيقفل العملية كلها لو ما لقاش الحارس قبل اخر الاسبوع، بس ايرونيز كان بيحارب علشان يثبت كل اللي شافه في موقع الحادثة. في الوقت ده العيال بدأوا يلفوا في المخبأ ولقوا شوية حاجات، فبرجر خد منها عصاية مغناطيسية، ومايا لبست جاكيت متطور، وليزي لبست شنطة نفاثة، اما تشارلي فلبس اسورة الكترونية غريبة وهو بيلعب فيها طلعت منها ضربة قوية جدا، والضربة دي طيرت مايا. تشارلي في الوقت ده خاف جدا ان هو يكون قتلها، بس فجأة مايا قامت وقالت ان هي تمام، وبنكتشف ان الجاكيت ده انقذ حياتها. في نفس الوقت ده برجر كان لقى بوابة سحرية صغيرة، ولما دخلوا شافوا العربية بتاعت التخييم بتاعتهم وبدأوا يدوروا ولقوا صور لجاك وتشارلي. وهنا تشارلي مسك مج كان مديه لأبوه زمان، ومن كتر الغل بتاعه الاسورة طلعت قوة كسرت المج، وبدأ يسأل نفسه هو كان مخبي عليه كل ده ليه. في اليوم التاني العيال قرروا ان هم ياخدوا الأجهزة دي معاهم للمدرسة علشان يعرفوا ان هم يحلوا الامتحان، ولما بدأ الامتحان استخدموا البوابة السحرية علشان يعرفوا يبدلوا ورق الامتحان. وفي نفس الوقت ده كانت المديرة سكوينت بدأت تشك فيهم، بس برجر قدر ان هو يهرب منها ويخبي البوابة السحرية. وبعدها تشارلي استخدم الاسورة في ماتش بيسبول ورمى الكرة بسرعة رهيبة، وفورست معرفش ان هو يصدها. وبعدها العيال بدأوا يفرحوا بالأجهزة اللي موجودة معاهم دي، بس ما كانوش يعرفوا ان استخدام الأجهزة دي خلى ايرونيز ورجالته يحددوا مكانهم. وبعد ما خلصوا المدرسة العيال رجعوا للمخبأ، وتشارلي قعد يفضفض مع مايا عن الجرح اللي ابوه سابهوله، وعرف منها انها ما سافرتش بسببه في ابتدائي زي ما كان مفكر. وهم بيتكلموا فجأة سمعوا صوت، والصوت ده كان ايرونيز ورجالته وصلوا للبيت خلاص. وايرونيز اول ما شاف صورة لجاك عرف ان هو وصل للمكان الصح، وتشارلي ومايا اول ما شافوا ايرونيز ورجالته بدأوا يترعبوا ويهربوا، وهم بيجروا لقوا برجر وبدأوا يقولوا له على اللي هم شافوه. فبرجر من الرعب بتاعه اقترح ان هم يستخبوا لحد ما جاك يرجع، بس تشارلي قال له ان باباه مش جاي قبل اسبوع وانهم خلاص لوحدهم. وتشارلي قال لهم ان هم لازم يهربوا فورا عن طريق الجراج. وفي نفس الوقت ده كان ايرونيز فوق بيطلب من رجالته ويسكونسن وفرجينيا ان هم يلفوا المكان كله، وبعت جيرسي وهاواي علشان يركبوا اجهزة تشويش يقطعوا بيها اي اتصال. وفي لحظة ايرونيز فعل وضع الاغلاق التام، وفجأة الابواب الحديد نزلت وقفلت عليهم كل مخارج الهروب بتاعتهم. وهم بيحاولوا يلاقوا مخرج تاني تشارلي عينه جت على مصدر الطاقة اللي كانت هي الكرة المنورة، وبدأ يتحرك ناحيتها، واول ما لمسها جسمه اتنفض وبدأ يشوف رؤى مرعبة من زلازل وفيضانات وحروب هتولع العالم، وكان واقف مذهول من اللي هو بيشوفه. بس برجر بدأ يصرخ فيه ويقول له ان هم لازم يمشوا بسرعة من المكان ده، بس تشارلي خد الكرة معاه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وفي الوقت ده كان جهاز الانذار بيبلغ ايرونيز ان الكرة اتحركت، فبدأوا يسمعوا صوته في الميكروفونات وهو بيقول للي تحت في البدروم لازم يسلموا الكرة حالا لو عايزين يطلعوا احياء. وفوق في البيت بقى جيرسي كان حس ان الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة، فعلى طول كلم ارجون وقال له ان الموضوع كبير وان هو لازم يجي بسرعة. وبمجرد ما قفل المكالمة مع ارجون لمح ليزي وهي خارجة من الحمام، ولما ليزي شافته جريت وحاولت انها تستخبى منه. وبعد شوية ارجون وصل البيت وكان متضايق جدا وبدأ يسأل عن اللي بيحصل، وعرف ان في متسللين في البدروم وان في بنت موجودة في البيت ومستخبية. وارجون بدأ يفكر هيعمل ايه، وجيرسي قال له ان هو ممكن يقتل كل الأطفال اللي موجودين دول، بس هواي اعترض وقال له ان هو مش هيقتل اي طفل. وبعدها ارجون حاول يهدي الدنيا وقال احنا هنخوف العيال بس هنقتل الكبار. وهواي لما سمعوا صدقوا، بس بعدها ارجون بصله وطلب من جيرسي ان هو يقتله. ليزي اول ما شافت جيرسي وهو بيتقتل اتخضت جامد وحاولت انها تهرب، بس جيرسي شافها وثبتها بالسلاح وهي اضطرت انها تستسلم. وفجأة جرس الباب بدأ يرن، وليزي بدأت تترجاهم ان هم يسيبوا الشخص اللي بره يمشي علشان هو ملهوش ذنب، فطلبوا منها
منها انها تفتح الباب، ولما فتحت الباب كان اللي موجود هو بيج ماك. فليزي حاولت تهمس له وتقول له ان هو يطلب البوليس، بس جيرسي سحبهم هما الاتنين لجوه. فبيج ماك بدأ يقول لهم انا ما عملتش حاجه، انا كنت جاي اخدهم لميعاد الرقص بتاعهم بس. وهنا ارجون عرف ان كل اللي موجودين في البدروم هم اطفال، فقرر ان هو ينزل بنفسه لمركز التحكم، وبدأ يستهزئ بايرونيز وقال له ان هو اللي هيكون المتحكم من دلوقتي. تحت في المخبأ بقى كانت الدنيا بايظه خالص، وبرجر كان مرعوب وعايز يديهم الكرة علشان يخلص، بس تشارلي رفض ده، ومايا كانت واقفه معاه، وبدأوا يقولوا ان هم لازم ياخدوا اسلحتهم ويدافعوا عن نفسهم. وفجأة صوت ارجون بدأ يملى المكان ويقول لهم ان الكرة لو ما ظهرتش ليزي وبيج ماك هيدفعوا الثمن. فبرجر اتجنن وحاول ان هو ياخد الكرة من تشارلي بالعافية، وحصلت ما بينهم خناقة. فبرجر بدأ يصرخ ويقول ان هو هيشتغل لوحده لان تشارلي انسان اناني. ومايا بصت لتشارلي وكانت زعلانة جدا من الكلام اللي برجر بيقوله له، وبعدها ساعدت تشارلي ان هو يلبس الجاكيت والاسورة، بس للاسف كانوا الاتنين فاصلين شحن. وفي الوقت ده ارجون كان بدأ يوزع قنابل في المخبأ كله علشان يفجروا بكل اللي موجودين فيه. في الوقت ده برجر ساب مايا وتشارلي وبدأ يمشي لوحده، وفجأة شاف أرجون قدامه، ومن كتر الرعب إيده اتحركت لوحدها بالعصاية المغناطيسية وشدت كرسي خبط أرجون جامد ووقعه على الأرض وأغمى عليه. وفي نفس الوقت ده تشارلي ومايا اكتشفوا السر إن الشاحن الوحيد للإسورة الإلكترونية هي كرة الطاقة، فبدأوا يشحنوا الإسورة، وهم بيشحنوها برجر ظهر وهو ساحب أرجون وكان مغمى عليه، وبدأوا بعدها يعتذروا لبعض. ومايا كانت مبسوطة جدا، بس اللحظة دي ما كملتش لأن أرجون فاق وبدأ يضحك عليهم باستهزاء لأن كان فاكر إن دول شوية عيال وبتهزر، بس برجر بدأ يهدده بالعصاية المغناطيسية بتاعته. فأرجون بعدها خاف بجد وبدأ يحاول يوقع بين تشارلي وأبوه، وقال له إن أبوك أناني ومخبي القوة دي كلها لنفسه علشان يعيش دور البطل لوحده وهو هيدمر العالم. في الوقت ده جاك كان طاير وكان بيكلم ليلي، وهنا بنتفاجئ إن ليلي كانت عارفة كل حاجة وبدأت تلوم جاك وتقول له أنت إمتى هتقول لابنك الحقيقة. وجاك بدأ يبرر لها الموقف بتاعه وسألها انت خدت تشارلي من البيت ولا لسه، بس ليلي اتصدمت وقالت له انت مش قلت لي انك هتقعد معاه النهارده؟ انا ما روحتش البيت اصلا. وهنا جاك بدأ يشك وبسرعه فتح كاميرات المراقبه بتاعه المقر السري اللي كانت موجوده على الخوذه بتاعته، وبدأ يشوف العصابه وهم بيكسروا بيته وبيدخلوا لتشارلي، وهنا قرر ان هو لازم يرجع بسرعه. في الوقت ده تشارلي وقف في غرفه التحكم وبدأ يتكلم في الميكروفون ويقول للعصابه ان ارجون معاهم وانهم لازم يسيبوا ليزي وبيج ماك وهو هيديهم الكوره وهيسيب أرجون. واتفقوا مع بعض على كده، والعصابة سابت ليزي وبيج ماك، وفي الناحية التانية تشارلي ادى لأرجون الكورة. وأرجون أول ما فك نفسه ومسك الكورة بدأ يقول لرجالته محدش يخرج من هنا حي، اقتلوا العيال دي. وبعدها قال إن هو هياخد الكورة دي للمعمل بتاعه، بس ايرونيز قال له احنا اتفقنا إن احنا نوري التكنولوجيا دي للعالم كله، بس أرجون قال له إن الكورة دي بقت ملكه هو وبس. وهو بيبص على الكورة اللي في إيده حس إن ملمسها غريب، ولما بدأ يضغط عليها لقاها بتتكسر، واتصدم لما عرف ان الكرة دي بلاستيك وكانت مضروبة. في اللحظة دي تشارلي واصحابه كانوا بيجروا معاهم الكرة الحقيقية، وهنا أرجون اتجنن وبدأ يقول لرجالته هاتوا تشارلي واقتلوه وهاتولي منه الكرة الأصلية. في الوقت ده جيرسي رمى قنبلة عليهم، والانفجار ده طاير تشارلي والكرة وقعت من ايده، وجيرسي خد القنبلة وحاول ان هو يمشي بيها، بس العيال قرروا ان هم يواجهوه، فجيرسي بدأ يضرب عليهم رصاص. فبرجر قرر ان هو يستخدم البوابة السحرية علشان كل الرصاص اللي يجي يدخل في البوابة السحرية ويطلع من الناحية التانية. في الوقت ده كان الفراش بيلف في المدرسة وشاف طلق النار اللي طالع من الدولاب، وبسرعة جري على المديرة سكوينت علشان يبلغها باللي بيحصل. وفي الوقت ده برجر وبيج ماك بدأوا يضربوا جيرسي لحد ما أغمى عليه، وبعدها العيال حاولوا ان هم يهربوا، بس ايرونيز ورجالته قطعوا عليهم الطريق. وايرونيز قال لتشارلي هات الكرة اللي ابوك سرقها من 10 سنين، وبعدها خد الكرة من تشارلي بالعافية، واول ما لمسها شاف نفس الرؤى المرعبة اللي تشارلي شافها من دمار وحروب ومستقبل اسود. في الوقت ده أرجون ظهر وطلب الكرة من ايرونيز، بس ايرونيز رفض ان هو يديها له، فأرجون امر رجالته ان هم يثبتوا ايرونيز بالسلاح لحد ما ساب له الكرة. وفي الوقت ده برجر استخدم العصاية المغناطيسية بتاعته وخطف الكرة من ايد أرجون ورماها في البوابة السحرية، وأرجون اتصدم من اللي بيحصل وفكر ان هو ينط ورا الكرة في البوابة السحرية، بس بيج ماك قطع عليه واستخدم الاسورة وقفل البوابة من ناحيته. فأرجون اتجنن وبدأ يسألهم البوابة
التانية فين. وفي وسط التوتر ده جاك وصل وقال لهم مساء الفل يا رجالة، أنا مهندس الاي تي وجالي إنذار إن السيستم ده فيه اختراق. فأرجون بصله باستغراب وقال له ما تستعبطش، افتح الشنطة اللي في وسطك دي وورينا فيها إيه. وفي اللحظة دي جاك فتح الشنطة وبدأ يطلع دراع البدلة النفاثة، ووقتها بدأ يهاجم رجالة أرجون واحد ورا التاني، وخد العيال وبدأوا يهربوا. وهم بيهربوا جاك قال لتشارلي أنا لازم أقولك على الحقيقة، أنا الحارس. فتشارلي رد عليه وقال له إن هو عارف، بس في الوقت ده جاك كانت البدلة بتاعته شطبت شحن خالص. فبدأ يسألهم عن الكورة، فهم قالوا له على اللي هم عملوه. فجاك بدأ يبص لتشارلي ابنه وهو فخور باللي هو عمله. بس فجأة أرجون ظهر وهو لابس بدلة قتالية تانية لقاها في المخبأ، وضرب تشارلي ووقعه على الأرض، ووقف برجر وهدده. فبرجر من كتر الرعب اللي كان فيه اعترف بمكان الكورة. فأرجون خده معاه كرهينة وقرر إن هو يقفل المخبأ على جاك وأيرونيز والعيال علشان يموتوا كلهم تحت الأرض. وهم راكبين الأسانسير برجر سرق قنبلة من جيرسي، وبمجرد ما وصلوا فوق أرجون قرر إن هو يقتل جيرسي علشان يضمن إن مفيش حد يخرج حي. في الوقت ده الموقف كان تحت الأرض معقد تماما، وجاك اللي كان مصاب قال لهم إن في مخرج طوارئ، بس أيرونيز ظهر وقال لهم انسوا كل حاجة لأن أرجون غير كل الأكواد، وإحنا دلوقتي محبوسين تحت الأرض وشوية والبيت هيتفجر فوق دماغنا. بس تشارلي بدأ يتكلم وقال مفيش وقت، وطلب من أيرونيز إن هو يعالج والده، وقال لليزي إن هي لازم تخترق السيستم وتفتح الباب، وهو ومايا هيشتغلوا على الطابعة ويطبعوا شنط نفاثة لكل واحد فيهم. وبعدها بدأوا يجروا علشان ينفذوا اللي اتفقوا عليه. وفي الوقت اللي كان جاك قاعد فيه مع أيرونيز سأله هو أنت بتساعدني ليه؟ فأيرونيز رد عليه وقال له لأني لمست الكرة وشفت اللي أنت شفته، وعرفت إن العالم هيولع لو الكرة دي وقعت في إيد أرجون. بس أيرونيز كان لسه شايف إن جاك غلطان لأنه خبى السر ده. فجاك قال له ما كنتش عايزها تقع في إيد غلط. وقبل ما القنبلة تصفر وتنفجر بثانية ليزي كانت قدرت إن هي تفتح الباب، وكلهم بدأوا يطيروا بالشنط النفاثة لبره. وبعد لما خرجوا أيرونيز قال لجاك إن هو ياخد العيال ويروحوا على المدرسة. وبعدها جاك ركب العربية بتاعته وخدهم بسرعة على المدرسة. وهم في الطريق تشارلي اعتذر لأبوه، فجاك قال له إن هو تعب جدا على ما عمل المخبأ ده. فتشارلي قال له ما أنت لو كنت قلت لي الحقيقة من الأول ما كانش كل ده حصل. فجاك قال له ممكن تسألني أي سؤال دلوقتي وأنا هجاوبك بصراحة. فتشارلي قال له هو أنت وماما اتطلقتوا ليه؟ فجاك سكت وبعدها بصله وقال له لأني ما كنتش قادر أختار بين واجبي في إنقاذ العالم وبين عيلتي، وأنا كنت عايز أحميكم. في الوقت ده كان أرجون وصل للمدرسة وكان معاه برجر، وخدوا لحد اللوكر، ولما فتحوا ما لقاش الكرة هناك، وأرجون بدأ يتجنن. بس فجأة المديرة ظهرت وسألتهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فبرجر حاول يقول لها ان هو بيدور على مشروع الرسم بتاعه، ولما بصت لأرجون قال لها ان هو عمه. فالمديرة قالت له ان الفراش لقى حاجة بتنور في اللوكر بتاعه، فاضطرت انها تاخدها وتحطها في المكتب بتاعها. وبعدها جابت الكرة من المكتب بتاعها، وفجأة قامت خابطة أرجون وادت الكرة لبرجر وقالت له يهرب بسرعة. برجر بدأ يجري في الطرقة وأرجون بدأ يطارده. وفي اللحظة دي كان جاك وصل للمدرسة، وجاك وقف قدام أرجون وبدأوا يضربوا في بعض. بس لأن جاك ما كانش معاه البدلة وكان لسه مصاب، أرجون قدر ان هو يضربه. في اللحظة دي تشارلي حس ان ابوه في خطر، فاضطر ان هو يدخل بالعربية جوه المدرسة. ولما دخل أرجون اتشتت من الخضة. وفي اللحظة دي برجر رمى الكرة لجاك علشان جاك يقدر يشحن قوته بسرعة، وبدأ يضرب أرجون ضربة ورا التانية وقدر ان هو يتغلب عليه. وبعدها ادى الكرة لابنه تشارلي وقال له انا هروح اصفي حسابي مع أرجون، وبعدها كمل ضرب فيه. بس أرجون قدر ان هو يهرب منه، وفي لحظة غفلة قدر ان هو يمسك تشارلي ويهدده بالقتل ويطلب من جاك الكرة والا هيقتل تشارلي. في اللحظة دي جاك كان واقف مرعوب على ابنه، بس تشارلي بصله وقال له ما تديهوش الكرة، وبدأ يغمز لأبوه يشاور له بعينه على الأرض اللي كان موجود فيها القنبلة اللي برجر سرقها من جيرسي. فجاك فهم اللعبة وبسرعة قام رامي الكرة ناحية القنبلة. وفي الوقت ده كان أرجون بلع الطعم، وفي ثانية حصل انفجار كبير عمل فجوة زمنية وشفط أرجون وبدلته في اللاشيء. وفي الوقت ده جاك جري على تشارلي وحضنه وهو بيعتذر له على كل لحظة ما كانش جنبه فيها، وكلهم بدأوا ينضموا للحضن ده. وفي الوقت ده ليلي كانت وصلت للمدرسة وهي كانت خايفة جدا على ابنها، وأول ما شافت تشارلي سليم خدته في حضنها. وتشارلي بصلها وقال لها انت كنت عارفة ان بابا هو الحارس مش كده؟ فليلي بصت له وقالت له ايوه. وبعدها جاك بياخد تشارلي في رحلة تخييم زي ما وعدوا، بس وهم بيجهزوا الأكل بتاعهم جرس الإنذار بيرن. فتشارلي بيجري بسرعة على العربية القديمة، بس جاك بيوقفه ويقول له لا العربية دي خلاص ادمت، وبدأ يظهر له العربية الجديدة. وتشارلي كان منبهر بيها جدا. وأول ما ركبوا العربية أيرونيز ظهر قدامهم على الشاشة، والمفاجأة إنه بقى مدير العمليات وبقى شغال مع جاك، وسألهم انتوا جاهزين للمهمة الجديدة؟ فجاك وتشارلي بصوا لبعض
بعض وقالوا أيوة احنا جاهزين، وبعدها جاك داس على زرار التربو والعربية طارت بيهم في السماء بسرعة البرق. الفيلم بيبدأ سنة 1995 مع ولد صغير اسمه لويس، اللي لما أهله ماتوا وبقى يتيم عمه جوناثان حب يتبناه، فبعت له جواب بيطلب منه إنه يجي يعيش معاه. وأول ما لويس وصل عمه ظهر قدامه علشان يساعده في شيل شنطه التقيلة، ولويس بكل كسوف قال له إن الشنط دي كلها قواميس، وده لأنه بيعشق الكلمات الغريبة والجديدة. ولويس كان متحمس جدا إنه يتفرج على برنامج كابتن ميد نايت اللي بيجي على التلفزيون الساعة 10، بس كل آماله دي اتهدت لما عمه قال له إن البيت ما فيهوش تلفزيون أصلا. وهم ماشيين وقفوا فجأة على صوت جرس عالي طالع من برج ساعة قديم، وجوناثان فضل باصص للبرج بتركيز غريب جدا لحد ما الصوت سكت تماما. وبعدها ركبوا عربية قديمة ومتهالكة ووصلوا القصر يخوف كله متزين بقرع العسل بتاع الهالوين. ولويس استغرب وسأل عمه وقال له هو انت بتحب الهالوين قوي كده؟ فجوناثان رد عليه وقال له انه ما بيشيلش زينة الهالوين دي طول السنة. وهم على الباب ظهرت ست اسمها ميس هانشز، ودي جارة جوناثان، وبدأت تشتكي له وتقول له انه بيعزف ساكسفون في اوقات غريبة من الليل، وقالت له ان اعتراضها مش على فنه، اعتراضها على الصداع اللي بيعمله. ولما عرفت ان لويس هيعيش معاه استغربت جدا ان جوناثان ممكن يتحمل مسؤولية حد تاني. وبعدها جوناثان وعدها انه هيخفف الدوشة دي شوية، مع ان احلى وقت بيحب يعزف فيه هو الساعة 3 الفجر. واول ما لويس دخل البيت اتصدم من كمية الساعات اللي عمالة تكتك في كل مكان، وفجأة سمع صوت حاجة بتتحرك. فجوناثان طمنه وقال له ان ده مجرد عطل في ساعة الكوكو. وبعدها ظهرت ست تانية اسمها ميس زيمرمان، وجوناثان قال للويس انها جارته وصاحبته. وبعدها بدأوا يتخانقوا مع بعض، وفي وسط خناقتهم دي لويس حس ان البيت ده فيه حاجة مش طبيعية. وجوناثان قال له انه يقدر يعيش بحريته من غير اي قيود، وقال له بعدها ايه رأيك انك تتعشى كوكيز النهاردة؟ وهو نايم لويس صحي فجأة على صوت خبط ورزع، والفضول خلاه يقوم يشوف فيه ايه، بس لقى عمه جوناثان واقف قدام الحيطة وبيعمل حاجة غريبة. وفجأة طلع له تمثال من ديكور الحيطة، وده خضه وخلاه يطلع يجري من الرعب على اوضته. وتاني يوم الصبح سمعوا هو وميس زيمرمان وهم بيتكلموا بحماس غريب عن استكشاف الحيطة، بس جوناثان قطع الكلام وقال للويس يلا يا حبيبي علشان تلحق مدرستك. وده خلى شك لويس يزيد اكتر في ان في حاجة غريبة في البيت ده. وهو في المدرسة لويس حاول يلعب باسكت بس معرفش، فساب الملعب وراح لولد اسمه تاربي اللي كان بيلعب كريكت. تاربي اول ما عرف ان لويس ساكن في البيت ده اتصدم، وقعد يقول له ان البيت ده سمعته وحشة ومسكون، وان صاحبه القديم مات فيه. وبعدها لويس شاف الطيف بتاع والدته، وكانت بتتكلم معاه بكلام غامض ومخيف عن كتاب ومفتاح، وبتحذره من حاجة خطيرة هتحصل له قريب. وسألته هو انت ما بتسمعش صوت تكتكة بالليل وانت نايم؟ وبعدها لويس صحي من النوم مفزوع، وسمع صوت خطوات رجل بتلف في البيت. ولما طلع يدور ورا الصوت ده شاف حاجة خلت قلبه يقع في رجليه، ولقى عمه جوناثان ماسك فاس وعمال يكسر في الحيطة. فلويس اترعب وجري على اوضته وبدأ يلم هدومه علشان يهرب من البيت والقاتل ده. وهو بيحاول يهرب لقى لوحة على الحيطة وكرسي بيتحركوا لوحدهم ومنعوه من انه يخرج. ففضل يخبط على الباب ويصوت، بس اتفاجئ بعمه جوناثان واقف وراه بيطمنه وبيقول له ما تخافش انا مش قاتل. وخده ودخله المكتبة وقرر يصارحه بالحقيقة، وقال له انا ساحر، وان البيت ده كان ملك لساحر تاني اسمه ايزاك ومراته سيلينا، والاتنين ماتوا من سنة، بس ايزاك ساب وراه الساعة بتاعته. لويس وقتها عينه لمعت وطلب من عمه انه يعلمه ازاي يبقى ساحر هو كمان. فجوناثان وراه مجموعة من الكتب وقال له ذاكر دول كويس الاول. فلويس سأله هو انا لازم اهزم روح شريرة علشان ابقى ساحر؟ فجوناثان رد عليه وقال له لا يا حبيبي مش دلوقتي خالص. وفي وسط كلامهم ده طلع عنكبوت بنفسجي من الباب، والعنكبوت ده طلع نتيجة غلطة في تعويذة عملتها زيمرمان. وجوناثان حذر لويس من انه يفكر حتى يقرب من دولاب معين لانه مقفول بطلسم سحري. وفي الوقت اللي لويس كان غرقان فيه بيقرا عن تاريخ ايزاك جت زيمرمان وهي محبطة وقالت انها فشلت تماما في انها تلاقي الساعة الضايعة. وهو في المدرسة تربي شاف شوية بنات بيتريقوا على نظارة لويس فقال له ما تقلعها احسن، ولويس سمع كلامه. وبعدها جوناثان وصل علشان ياخد لويس من المدرسة. وفي ليلة من الليالي لويس بدأ اول محاولة حقيقية ليه انه يعمل سحر، رغم ان المحاولة ما كملتش صح، بس جوناثان طمنه وقال له ان الروح والنية اللي ورا السحر
السحر أهم بكتير من التعويذة نفسها. وعلشان يوريه قد إيه عالمهم ده مجنون، جوناثان طلع السكسفون بتاعه وقعد يعزف بنشاز، خلى كل الكلاب اللي في المنطقة تهوهو وتقلب الدنيا. والليل خلص بلقطة ساحرة لما جوناثان شاور للويس على نافورة مية وقال له يلمسها، وأول ما لمسها طلعت منها نجوم صغيرة بتلمع وملت كل المكان بمنظر جميل. وهنا بدأت حياة لويس تتغير، وبدأ يمارس الفنون السحرية بجد وبفضول كبير. والمفاجأة إنه طلع موهوب بالفطرة، وقدر إنه يغير لون قطة من الأبيض لألوان تانية كتيرة، وقدر يخلي جوناثان يطير فوق الأرض وبالغلط غرق ولد بالمية. بس جوناثان كان لسه قلقان من موضوع ساعة الحائط، وزيمرمان فضلت تطمنه وتقوله إنهم هيلاقوا أصل المشكلة قبل ما لويس يتأذي. وفي وقت قصير لويس مهاراته زادت جدا لدرجة إنه بقى يخلي السحر هو اللي يعمل له مهامه اليومية، زي إنه يرتب له سريره. بس للأسف الجو الحلو ده مكملش، والأمور بدأت تبوظ في المدرسة مع تربي بعد ما كسب الانتخابات المدرسية وبقى مشهور في المدرسة بدأ يقلق من لويس ويحس إنه غريب. بس لويس أقنعه إنه يجرب السحر علشان يزود من مهارته في الرياضة. وفي الوقت ده جوناثان كان لقى ممر سري ورا تمثال الأسد، ووصل للمكان السري اللي موجود فيه الساعة الضايعة، وهناك لقى خريطة. وبعدها جوناثان طار من الفرحة. وفي يوم من الأيام لويس كان مع تربي في المكتبة علشان يثبت له قدرته على السحر، بس ما قدرش، وبالغلط عينه وقعت على كتاب بتاع تحضير أرواح ومخاطبة الموتى. فلويس خبى الكتاب وخده وخرج بسرعة من المكتبة هو وتربي. وفي نفس الوقت كان جوناثان وزيمرمان بيحاولوا إنهم يفكوا شفرة رسمة غامضة لقوها على الخريطة. وبالليل ظهر طيف والدة لويس تاني وقالت له يستخدم الكتاب ده. وتاني يوم لويس أقنع تربي إنه يديله فرصة تانية، وخده وراحوا على المقابر ومعاه الكتاب اللي سرقه، وبدأ يقرأ التعويذ. والمنظر كان مرعب لدرجة إن تربي جري من الخوف، ولويس هو كمان جري على البيت علشان يرجع الكتاب مكانه ويخبي عملته السوداء. ولما صحي الصبح لويس اكتشف إنه سحره ما بقاش شغال. وفي نفس الوقت جوناثان كان لقى كل التماثيل اللي في البيت متجمعة في الدور الأرضي، وده خلاه يترعب وفضل يقول هو كده رجع لبيته. وبعدها جوناثان جري على المقابر واتصدم لما لقى قبر إيزاك مفتوح، فراح لزيمرمان وبيطلب منها إنها تساعده لأنه خايف إنه يواجه إيزاك لوحده. بس هي قالت له إنها ما بقتش تقدر تساعده زي زمان، وقالت له إنه لازم يقول للويس على الحقيقة. بس جوناثان رفض وقال لها إنه هو لسه صغير، فردت وقالت له أنا كل اللي أقدر أساعدك فيه إن أنا أمسك شاكوش. وفعلا بدأوا يثبتوا حدوات حصان على المدخل كنوع من الحماية. بس جوناثان اكتشف حاجة، إن اللوحة اللي على الحيطة اتغيرت وبقت رسماهم هما التلاتة، وكل واحد فيهم في تابوت لوحده. ولويس كان داخل علشان يعترف لجوناثان خلاص باللي حصل، بس زيمرمان دخلت في الكلام وقالت إن اللي عمل كده هيشوف أيام سودة أول ما ينكشف. لويس فضل ساكت ومخبي السر بتاعه، وقرر إنه يقعد شوية مع زيمرمان. ولاحظ حاجة غريبة، إنها ما بقتش قادرة حتى تطلع شرارة سحر من إيديها. ولقى صورة قديمة بتجمع جوناثان وإيزاك وهما بيقدموا عرض مع بعض. فزيمرمان حكيت له إنهم كانوا أعز أصحاب، بس العلاقة دي باظت لما إيزاك رجع من الحرب في ألمانيا وبقى ساحر شرير، وباع صاحبه علشان يتجوز ساحرة اسمها سيلينا. والمصيبة الأكبر إن إيزاك قتل مراته علشان يعمل طقس دموي ويعمل مفتاح من العظم. وهو في المدرسة لويس قال لتربي إن جوناثان في خطر بسببه، بس تربي هدده وقال له إنه لو فتح بقه هيضربه، وفعلا ضربه وهانه. ووقتها لويس عينه وقعت على كلمة لا يقهر كانت موجودة في كتاب قدامه، وده شجعه وخلاه يرجع للبيت وهو مقرر إنه يواجه أي حاجة تقابله. ولما دخل المكتبة لقى خريطة غريبة، وفجأة المكان اتقلب لتسونامي. الكتب كلها بدأت تطير في الهواء وتخبط فيه وتجرحه، وبدأ يصرخ بأعلى صوت. فجت زيمرمان وجوناثان يجروا ويسيطروا على الموقف، وبذكاء من لويس ومن كتر فرجته على برنامج كابتن ميدنايت قدر إن هو يفك شفرة الخريطة دي باستخدام الكوتشينة. وهنا جوناثان اتصدم وفهم الحقيقة، الساعة دي هي ساعة القيامة، وهدفها إنها ترجع الزمن لورا لحد ما البشر يختفوا من الوجود. ولما رجعوا البيت لقوه متبهدل، وعرفوا إن إيزاك كان قالب البيت وبيدور على مفتاح العظم. وبعدها حاولوا إنهم يخلصوا من المفتاح ده بس ما عرفوش. وفي اللحظة دي لويس ما كانش قدامه غير إنه يعترف بالحقيقة، وقال أنا اللي صحيت إيزاك من موته. فجوناثان اتجنن وهدده إنه هو هيطرده من البيت، بس لويس فضل يعيط ويترجاه. وزيمرمان وقفت في صفه وقالت لجوناثان ما تكررش غلطة زمان وتسيبه زي ما اتثبت. وفجأة لويس سمع صوت صريخ كلب الجارة، وبص من الشباك وشاف ميس هانشز ومعاها إيزاك نفسه. لويس جري بسرعة على بيت
الجارة ميس هانشز وأخدها معاه لبيت جوناثان علشان يحموها، وهم هناك فجأة الأبواب اتقفلت بقوة خفية واتحبسوا، وإيزاك ظهر بره البيت، وميس هانشز الغلبانة راحت تفتح له الباب وهي مش فاهمة أي حاجة، ولويس حاول إن هو يمنعها بس ملحقش. والمفاجأة إن الجارة دي طلعت هي نفسها الساحرة الشريرة سيلينا، وكانت متنكرة، والكلب بتاعها اتحول فجأة لفار، وسيلينا قالت إنها ما ماتتش ولا حاجة، دي كانت مستخبية ومستنية اللحظة دي، وفجأة اتحولت لشكل لويس علشان تلعب بعقله، واعترفت إن هي اللي كانت بتجيله في الأحلام علشان تستغله كعصفورة يوصلها للسر. وإيزاك أجبر لويس إن هو يجيب له مفتاح العظم مقابل حياتهم. جوناثان وزيمرمان قدروا إن هم يفكوا حبستهم، بس وقعوا في فخ إيزاك، ولويس لقى نفسه محبوس في قفص متعلق في الهواء، وتحته سكاكين حامية جدا، وفي فار عمال ياكل في الحبل اللي شايله. وإيزاك قعد يسومهم ويقول لهم المفتاح مقابل حياة لويس، وبدأ يحكي لهم عن قصصه السوداء في الغابة السوداء واتفاقه مع الشياطين. وفجأة بدأت معركة بينهم، وزيمرمان كانت استعادت قوتها وبدأت تضرب سحر علشان تنقذ لويس وتمنع سيلينا انها تاخد المفتاح. وجوناثان كان خلاص هياخد المفتاح، بس إيزاك ضربه بضربة نور وخطف المفتاح واختفى هو وسيلينا. وحصلت مطاردة مجنونة في البيت وسط الألعاب اللي بتتحرك وقرع العسل اللي بيطير، ووصلوا لمكان الساعة المنحوسة. وفي اللحظة دي حصلت حاجة أغرب، جوناثان بدأ يصغر في السن ويرجع طفل رضيع بسبب مفعول الساعة، ودلوقتي بقى كل الحمل على كتاف لويس. وبمساعدة الكرة السحرية اللي كانت معاه، لويس فهم إن هو لازم يتخلص من خوفه وماضيه، ورمى الكرة في قلب الساعة، والكرة مسكت في التروس وبوظت كل حاجة، والزمن بدأ يرجع لطبيعته. وبكده بقى لويس هو البطل المنقذ، ورجع عمه جوناثان لسنه الطبيعي، وقضى على خطة إيزاك وسيلينا للأبد. وانتهت الحكاية بانتصار الخير على السحر الأسود. كلمة أخيرة ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب علشان نعمل لك الفيديوهات دي، فياريت ما تبخلش علينا باللايك والسبسكرايب بتوعك. وبس كده، نشوفكم على خير، سلام.